من الأسئلة المتكررة الحقن بتاعة التخسيس اللي موجودة في الصيدلية نستخدمها ازاي؟ وفي ناس كمان بتشتكي من بعض الأعراض الجانبية نعمل فيها ايه؟ وفي ناس بتقول لك أنا استخدمتها وما جابتش معايا نتيجة. تعال نفهم الموضوع ده في الفيديو ده. الأول خالص احنا عندنا مجموعة من الأدوية اللي بتستخدم للتخسيس لما الناس تكون مش قادرة تخس لوحدها وحاولت تعمل دايت ما جابش معاها نتيجة، أو حاولت تلعب رياضة والظروف ما ساعدتهاش، أو الناس اللي عندها مشكلة في الحركة عشان في سمنة مفرطة. ساعتها بنروح بعد كده لاستخدام الدواء كعامل مساعد جنب الدايتنج. اوعى تفتكر ان الدواء لوحده هو اللي هيخسسك، كده كده احنا هنعمل القواعد الاساسيه بتاعت التغذيه. عندنا عيلتين جداد موجودين دلوقتي للتخسيس، وهم في الاصل تم اعتمادهم لعلاج السكر، وبعدين لما لقينا تاثيرهم كبير في فقدان الوزن اخدوا كمان اعتماد ان هم يستخدموا لتقليل الوزن وعلاج السمنه بدايه من عمر 12 سنه. الماده الفعاله الاولى اللي معانا هي السيماجلوتايد، ودي من عائله الجي ال بي 1 انالوجز. والماده الثانيه اللي معانا هي التيرزيباتايد، ودي من عيله اسمها ديوال جي ال بي جي اي بي اجونستس. ببساطه العيلتين دول بيحسسوني بالشبع عن طريق تقليل حركه المعده، ولما حركه المعده تقل اعرف ان انت تحس طول الوقت انك شبعان، فبتدي اشارات للمخ ان الشخص ده ما ياكلش. وكمان عندنا ابحاث اتكلمت على ان العيله دي كمان بتقدر توصل للمخ وتاثر عندي كمان على مراكز الشهيه وتقفلها، وهو ده سر دورهم معايا في التخسيس. ولكن السايد افكت هيجي منين؟ هيجي مينلي من ان هو بيقلل حركه المعده، ولما يقل حركتها احساسي بغمامان النفس وان انا عايز ارجع بيزيد. طيب عشان كده عندنا فيهم جرعات قليله، وهنا الغلطه بتحصل ان في ناس بتبدا بالجرعات القليله اللي هقولها دلوقتي وبنسميها تيستنج دوز او التوليرانس دوزز، الجرعات التعوديه عشان يخلي جسمي يتعود عليه فما يحسش باعراض الغمامان. انما دي مش جرعات علاجيه، لا هي هتاثر على السكر ولا هتاثر عندي على الوزن. الاول انا عايز اطمنك اقول لك ان العيله دي عمرها ما هتوطي السكر للمستوى الخطير مطلقا، وبالتالي ما فيهاش اي مشكله خالص على مستوى السكر. ولكن قلنا بنعمل جرعات واحده واحده تصاعديه عشان امنع عندي الاعراض بتاعه الغممان واعراض الترجيع. نبدا مع السيماجلوتايد، بنبدا دايما بجرعه الربع او 0.25 اسبوعيا لمده شهر، وبعدين اطلع للنص اسبوعيا لمده شهر، وبعدين اطلع للواحد، ودي اول جرعه عندها يبدا الجسم يحس معاها بتاثيره على الشهيه او مع الوقت تاثير على الوزن. يعني وانا عند الربع وانا عند النص مفيش حاجه خالص هتحصل، عشان ما حدش يفتكر ان انا من اول ما استخدم الدواء هيحصل معايا نتيجه. عشان كده دايما بنقول للناس مفيش دواء تخسيس هيبني معاك اداء سريع مع دايت منتظم قبل من 2 ل3 شهور عشان تشوف نتيجه كبيره. ما ننساش في فيديو اتكلمنا فيه على السيتنج بوينت اللي فيه بتعرف ليه انت بتنزل ببطء او في الاول بيحصل عمليه ريزيستنس. لو جينا لماده التيرزيباتايد فبنبدا دايما من جرعه ال2.5 اسبوعيا لمده شهر، وبعدين نطلع لل5 اسبوعيا لمده شهر، وبعدين نطلع لل7.5، وبدايه من ال7.5 واحنا طالعين تبدا يحصل عندي التاثير بتاع اللي احنا بندور عليه. فناخد بالنا ان الجرعات مهمه، ناخد بالنا ان الفتره الاولانيه دي فتره تيستنج مش فتره تاثير. فدي النقطه اللي الناس دايما بتقع فيها. كده انا شرحت لحضراتكم الحقن دي بتعمل ايه، الحقن دي جرعتها عامله ازاي، الحقن دي ازاي بنمنع السايد افكت بتاعها، وفي بعض الاحيان لما حد بيكون بيعاني من غممان النفس بنديله بعض الاقراص اللي بتزود حركه المعده، ودي بياخدها عاده في اليوم اللي هياخد فيه الحقن، عشان اعلى تاثير بيكون في اول يوم بيتاخد فيه الحقن. وبكده فهمنا بيشتغلوا ازاي وبيعملوا ايه، وازاي اقدر اطلع منهم بافضل استفاده. وافتكر دايما ان صحتك اهم.